الكوبلمونت لعز الدين وناحي تلك التي مع جيرونا، وما كانت التجارب يعني مع تمرير براين خال داخل المنطقة، يلعب كرة عكسية تبعد بالراس إلى اسم عز الدين وناحي لأن يكون حاضرا، لكن مواطنه لديه كلام آخر في الصراع مع فيتو الرياس. الياس عيرة يحاول لو فيتو أنا موجود. شوف الكرة الصراع مع فيتو الرياس يكسب من خلال ركلة ركنية لمصلحة ريال لوفيدو. شوف إلى 3 نقاط جديدة سلمان روندون. نعم، الطريق المؤدي إلى 3 نقاط جديدة تحتاج إلى الكبير إلى جلادياتور الرئيس سلمان يسجل هدف ثاني لمصلحة قاتل الأوكرانيان فانا بأن ميتشيل سيتلقى أول هزيمة من أوفيدو تاريخيا. أوفيدو الآن يقدم مباراة، كان أوفيدو وحيدا بالهدفين، أصبح متساويا الآن. هاجم الآن على حدود المنطقة، كرة المرور والاختراق، اللعبات ستيواني، الله، حارس المرمى يبعدها المتألق اسكندل. من سيهزم اسكندل الليلة؟ من سيهزم اسكندل الليلة؟ حالة تمر بين 3 لاعبين. شوف هنا السقوط ما فيها شيء. جيرونا موجود في المنتصف، صافرة وخطأ، وهنا انتظار الفار. وماذا سيقول الفار؟ شوف الإعادة. هل كانت هناك ركلة جزاء؟ هو مبدئيا الحكم تأخر فيها. أليخاندرو مونيز ريوس اسكندل استيواني. عاد جيرونا. أوروغوياني يسجل في الشوط الأول من علامة الجزاء. أوروغوياني يعدل النتيجة أو يقلص الفارق في شوط عكسية. معار طبعا من أتلتيكو مدريد، جناح الفرنسي حاضرة. شوف كل شيء جائز. كرة على حدود المنطقة، البحث عن ركلة جزاء شديدة. حكم مباراة يقول هذه المرة ما فيها شيء حتى اللحظة. عكسية توماس ليمار. أوناحي الأنيق على أرضية الميدان. يا سلام على أوناحي. خطفت الكرة الآن. لا سيبو تمريرة خاطئة، عادت من جديد. تفكير بالتسديد. تجد 11,000 المونتليفي حتى اللحظة. عودة فريقه من أرضية الميدان إلى بورتو. كوستاس والكرة إلى رمي التماس. أهميتها لعبة الكرة على القائم البعيد خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب. كان مثالي، هرب من رقابة المدافعين ولعب الكرة في يمكن داخل المنطقة بالكعب. بورتو تلعب الكرة على حدود المنطقة، يسقط على أرضية الميدان. عز الدين وناحي، صراع أفريقي الطابع، خطف وسيبه حكم بارك المات. أصحاب الجهة اليسرى البدلاء تبعد بهذه الطريقة. معنويات فوز الثاني سيكون خارج ملعب بعد الفوز على فالنسيا. لعبت بكل قوة لا تجد أحد. هذه القوة كانت تحتاج فقط يا ميتش. وعالي الكرة بالراس. ستيواني ذهبت منه الكرة. ستيواني وصراع معنية. تلعب الكرة على القائم التماس. تلعب هجوم عز الدين وناحي عند الكرة، تمرر داخل المنطقة. روندون يلعب الكرة الحساني. ستيواني لولا ردة فعل رائعة من حارس اسكندل. عكسية داخل المنطقة. وانتو بشكل ممتاز. وناحي يسدد. الله، ابن المغرب يضرب. عاد إليكم من جديد بعد غياب لكي يعيد المونتليفي بكل من فيه إلى أرضية الميدان. ابن كازا هنا في الكاسا. مونتليفي يعيده من المواجهة. عز الدين وناحي هو من تكفل بذلك وسجل هدف التعادل. شوف الإعادة. ابن المغرب بقدمه اليمنى. الدقائق الأخيرة لعبت الكرة قبل عز الدين وناحي شيء وما بعد ذلك شيء آخر. حساني يعيد الكرة. حريون ثاني مدرب في المول.
تلعب الكرة بيض نقلات وناحي أعاد ترتيب وصير المختلف. يستلم الكرة الآن، يمرر الكرة لبورتو، بورتو يلعب كرة عكسية القائم البعيد، تغطية ناحية داخل استواني الأوروغوياني الكبير الذي قلص الفارق من علامة. بعد ذلك أتت الأهداف. هجوم، يا سلام على أوناحي، يا سلام على ناقة أوناحي، ركلة جزاء ماذا؟ نعم احتياطي يا ميشل، هذا يا ميشل ما يقعد احتياطي يا ميشل، لأنه دخل لأرضية الملعب وقلب الطاولة. ديتالا يتقدم، الله يا لها من ليلة. أسبوع الكلاسيكو يبدأ بالإثارة من القاع، فما بالك بالقمة. كريستيان استواني هداف التاريخ لمواجهة الآن عز الدين نوناحي، سيكون بإقدام هذا الفتى المغربي لانيق قائم البعيد. بعد ذلك سكب الأمل ولم يترك أرضية الملعب. الله